نستعرفوا باللي حنا حقارين. رؤوف سوكي كي كان في افريكا جنجل كانوا يضلوا يدوروا ويحوسوا غير على شكون يامن بهم، وراني متاكد باللي لو كان تسقسي ولاد حومته في ذاك الوقت يقولوا لك خليه خير ما يروح يخون. بصح كي غنى كيريا في بلانيت راب ودار البوس في باري ولا مومو العين ولا فيرتي ويمثلنا كجزائريين. نفس الشيء مع علي بن شيخ لما راح لقطر ولقى المحيط اللي قدره ويكبر به. شوف كيفاش تبدلوا المصطلحات والمفاهيم. ضعف التعبير اللغوي اللي كان عنده في قناه الهداف رجع عفويه وفخر بالدارجه في قناه الكاس، والتصريحات الجدليه اللي كانوا عنده ولاو قوه شخصيه. وبن شيخ الهفهاف اصبح بن شيخ الهداف. علاش؟ ماشي على خاطرش نبغوه، لا، فقط لاننا شفنا باللي بن شيخ صار هو همزه الوصل اللي وصل لنا هذاك الشعور بالفخر اللي كنا دائما نحوسوا عليه على السنه الغرباء، وكاننا لازم علينا نسمعوها من عند الناس باش نامنوا باللي صح. يعني حنا نستناو حتى الغريب يحترم واحد فينا باش حنا نحترموه وباش نحسوا باللي حنا تاني نستاهلوا الاحترام. هذا راه مشكل كبير. على بالك معناتها انك تستنى الاطراء من الغريب باش تحس بالسعاده؟ معناتها راه عندك شخصيه منعدمه ومشكل في الهويه ومشكل في تقييم الذات. مالك بن نبي في كتابه شروط النهضه يلخص الحاله ويقول: الامم التي تفقد ثقتها بنفسها تبحث عن قيمتها في عيون غيرها. هو قال الامم. تخيل الحق على الغاشي، هذا الغاشي اللي راهم يقولوا على علي بن شيخ باللي لقى روحه كيبدل المحيط التوكسيك، وهما نفسهم هذاك المحيط. هيا خلي جام وبارطاجي.